مبروك لنادي الزمالك والمصر كلها. الحمد لله الماتش كان صعب وكان في ظل الظروف، الجو هناك كان صعب جدا، بس الحمد لله تغلبنا على ده كله. كنا مصرين ان احنا ان شاء الله نتاهل من الدور دوت للدور 16 ان شاء الله، والحمد لله اللعيبه كانت رجاله والجهاز الفني كان قد المسؤوليه واللعيبه كانت قد المسؤوليه، وبنهدي الفوز دي للاداره والجمهور الزمالك والجهاز العظيم اللي معانا. تثبت قدامك افريقيا يا كابتن؟ الحمد لله ما تفرقش معايا افريقيا او هنا محليا في مصر عموما، بس هو الحمد لله الواحد يعني اكبر من كده بكتير، وثقته في ربنا وفي نفسه كبيره الحمد لله. الحمد لله طبعا، مبارك لجمهور الزمالك، تأهلنا الحمد لله. صعب جدا بس الحمد لله اهم حاجه في الاخر ان احنا تأهلنا، وربنا يكرم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه والادوار اللي جايه ان شاء الله. اللي جاي مباراه المغرب الفايز شايفها ازاي؟ كل حاجه لها حسابات خاصه ونفكر فيها كويس ونستعد لها كويس، وان شاء الله ربنا يوفقنا ويقدرنا ان شاء الله. الماتش كان صعب طبعا، الماتش كان رخم، بس الحمد لله اللعيبه كانت رجاله طبعا وربنا كرمنا الحمد لله، يعني وكده اختار قد المسؤوليه وكده، فالحمد لله ربنا كرمنا بيه. كده وهي 2-0 ما كنتوش قلقانين ان انتوا خلاص الزمالك طبعا وصلنا عودنا من الخروج؟ لا والله كانت 2-0، وانا كان عندنا احساس كبير ان ربنا هيكرمنا عشان تعبنا الفتره اللي فاتت طبيعي في السفريه وتعبنا في المعسكر، فالحمد لله ربنا كرمنا يعني وكل جهودنا بضربه جزاء وربنا كرمنا فيها الحمد لله رب العالمين. وكانت مباراه افريقيا سبور بمثابه شهاده ميلاد جديده لسعيد قطه لاعب الزمالك الذي اعلن عن نفسه بقوه في هذه المباراه. الحمد لله ان احنا ربنا كرمنا وعدينا من الدور دوت. طبعا يعني احنا الظروف بقى كانت صعبه والجو بتاعه، والحمد لله ان ربنا كرمني وكنت كويس وقدرت يعني ان انا اضيف حاجه للفرقه وكده وان شاء الله. كان مفاجاه للجميع، ما كنتش خايف الزمالك خسران 2-0 وقرب يطلع من البطوله ونزلت قلبت الماتش؟ طبعا الموقف كان صعب بس الحمد لله يعني الواحد كان كويس وربنا كرمني والبركه في ربنا، والكابتن حسن برضو كلمني كويس قبل ما انزل وحفزني واداني ثقه في نفسي، فالحمد لله جاب نتيجه كويسه معايا يعني الحمد لله. شايف مباراه المغرب الفايز ازاي؟ طبعا هتبقى صعبه، يعني هتبقى اصعب من الماتش ده كمان يعني. فرحة الزمالك بالتأهل لدور ال16 يشوبها حالة من القلق نظرا لغياب عبد الواحد السيد حارس مرمى الفريق الأساسي عن مباراة الذهاب أمام المغرب الفاسد، وعدم وجود بديل لجنش حارس المرمى الاحتياطي. عبد الواحد السيد يعني جون كبير طبعا كده هيأثر معانا، وان شاء الله تبقى يعني فرصه لجنش انه يثبت ان هو جون كويس ويستاهل انه يلعب في نادي الزمالك، وهو اصلا جون كبير وجون كويس وربنا معاه ان شاء الله. يعني نفكر فيها ان شاء الله في وقتها باذن الله ان شاء الله. انت ممكن تلعب حارس مرمى فعلا في المباراه دي؟ لا ما اعرفش لسه لما نشوف بس ربنا يسهل. فعلا اتدربت قبل كده في مركز حراسه المرمى؟ طب وجاهز ان انت تبقى بديل للجنش؟ ربنا يسهل بس اكيد طبعا عيب على الفريق كله طبعا. عبد الواحد كابتن فرقه وجون كبير طبعا، جون منتخب مصر وكابتن نادي الزمالك، بس ان شاء الله انا شايف ان جنش باذن الله ربنا يكرمه ويوفقه باذن الله يعني. انت ممكن فعلا تبقى حارس مرمى تتدرب في مركز حراسه المرمى الفتره اللي جايه؟ يعني سايبها للظروف باذن الله ربنا يكرم باذن يعني انت الله. مرشح مع كابتن احمد حسن فعلا؟ ان شاء الله باذن الله. واعلن اسماعيل يوسف عن تحمل احمد سليمان مدرب حراس المرمى السابق مسؤوليه وقوع الزمالك في هذا المأزق. غياب عبد الواحد السيد المباراه الجايه وموجود محمود جنش بس هو الحارس الوحيد، ده قلق الجهاز الفني شويه؟ طبعا قلق لان احنا كنا طالبين كده من الاول يعني يعني اصرار مدرب السابق يعني حراس المرمى ان هو يكون موجود اتنين بس، مش عارف ليه يعني وقعنا في زنقه. يعني كابتن احمد سليمان هو المسؤول عن القرار ده؟ طبعا. طب هتتصرفوا ازاي يا كابتن دلوقتي؟ مين هي يعني يبقى في حد، في احمد حسن، في حد يبقى بديل ان شاء الله تعدي المباراه على خير.